الواحد مش عارف يقول ايه يعني الصراحه، مش ما عندناش كلام يتقال يعني. بص، السبب الرئيسي هو معتمد جمال. طريقه عمل البتنجان في الزيت، واحنا بالعين الزلط من ماتش انبي. انت السبب الاول والاخير. انا بكره اي مدير فني في العالم جبان. هو مين اللي من الدنمارك؟ انت ولا توب؟ انا مش قادر افهم يعني. الاهلي ما غلبش حد رايح جاي غيرنا، في قفش الحد غيركم. اقسم بالله حاجه تجنن. بالراحه عشان انا بس ايه، ما بقاش من سكان العباسيه. انت لعبت بيراميدز بمحمد شحاته ومحمد اسماعيل، انت امنت نفسك و100 فل وتمام، لان انت ما عندكش اللعيبه الكافيه. انت بتلعب في وسط 2 مليونيرات، انت بالنسبه لهم شحات، انت ما فيش. فجيت ماتش الاهلي بتلعب الاهلي بجبروته، اللي هم اصلا عندهم كبت لو طالوك هيطلعوه فيك. بتلعب امام عاشور بواحد بس مركز 6، محمد شحاته سايبه يا عيني حيران، بيلعبوه زي النحله في نص الملعب. جنبه طبعا عبد الله السعيد مش ما بيدافعش، الراجل ما بينه وما بين الاعتزال يوم، وفتوح مش قادر يقف. فما حدش يا باشا هيشيل الماتش ده غيرك، محدش يشيل الماتش ده غيرك. لوح الملعب، انت لوح الملعب ليه؟ اديك ريحت اللعيبه يوم ماتش انبي عشان ماتش الاهلي، فوقعت ماتش انبي وانت حرقت على وشك في ماتش الاهلي. ما هو لا يصح الا الصحيح. انت مدرب جبان ده جبن. عندك محمد ابراهيم بيلعب طول الدوري معاك وبيلعب في ماتشات الكونفدراليه، والونش قاعد بره. بتلعب محمد اسماعيل جنب حسام عبد المجيد. الونش اصلا بينغلب من الاهلي من ايام عمرو الصفتي. الونش واخد على الخساره من الاهلي. فانت عايز تجدد الدم، ناس عندها دوافع اكبر. فلعبت لهم الونش وقعدت محمد ابراهيم، نسيناه. لعبت محمد اسماعيل باك يمين، فعمل لخفانه مع الونش. طب احنا دلوقتي يعني محمد ابراهيم ده هيلعب امتى؟ انت لوح الملعب وخارب الملعب. انت خارب الملعب بزيرو كل ما نيجي نلعب الاهلي يحصل عندهم حاله وفاه. تقريبا الناس في البرازيل ما بتموتش او قرايبه ما بيموتوش غير على ماتش الاهلي. ما بيقدمش اي حاجه، انا مش شايفه في الماتش، هو مش موجود. بزيرو مش موجود لان انت حضرتك بعده خالص. او ده الدباغ في استاد القاهره، وناصر منسي واقف بره في صلاح سالم، والاخ التاني واقف في العتبه. ما فيش يا باشا. انت نازل مرعوب، انت نازل لما شايف الاهلي قدامك مرعوب منهم. الاهلي انا قايل لك النادي الوحيد اللي ما ينفعش تبين له ان انت مرعوب منه، لان انت لو بنت له انت مرعوب منه هيفحتك اقسم بالله. هيبطلوك كوره. فاحنا بس بنتكلم بالراحه عشان الدوري ده لو ضاع انا مش قادر اقول الكلمه، بس يعني انا مش قادر اقولها. احنا متصدرين الدوري بقالنا 6 سنين، هنيجي نخسره في اخر ماتش ولا ماتشين، هنبقى احنا اللي في العباسيه توأم. مش هتبقى مستشفى العباسيه، هيبقى كوكب العباسيه ذات نفسه. الاخ ناصر منسي، انت صدقت حوار اسطوره ورونالدو الظاهره والكلام اللي قعدنا نقوله ده؟ يا عم ناصر الله يبارك لك، انت راجل بتفطر فول وطعميه وفحلين بصل. يا عم الله يبارك لك، انت الكوره جالك على يمينك، انت بتجري بالعافيه، احنا عمالين نزق فيك بالعافيه. الكوره بتجيلك على يمينك تشوطها بشمالك. ده في اول 5 دقايق جات لك انفراد، 3 لعيبه انفراد، انت واداء الدباغ وبزيرو. بتشوطها ليه بشمالك يا عم؟ انت بتشوط الكوره ليه بشمالك يا باشا؟ احنا رايحين انفراد، احنا في قفا بونت، فانتوا عايزين تضيعوا الدوري اخر ماتش ولا ماتشين؟ انا عايز افهم. ده مدرب الاهلي مصر كلها اجمعت ان ده كابتن صالح، ده يتملى اوردرات كده في مطعم البغل بتاع الفول، ما كسبش حد الا الزمالك رايح جاي. مدرب الاهلي ما كسبش حد الا الزمالك رايح جاي. فرقه خط دفاعها داخل فيها 2 مليون جون بالاساسيين. النهارده بيلعبك ب4 جداد، 4 اول مره يلعبوا مع بعض. ده جاب بيكام من انجلترا، ده بيكام ما بيلعبش كوره من ايام مايكل اوين وروني وديفيد ولويس. بيلعبك من ناس من منتخب انجلترا في 96. جابوا لعبوه باك يمين، راجل جاي من على الدكه بقاله 30 سنه قاعد متحنط من الشمس،
وبيلعبوا لك كوكا باك شمال. عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ الاخ حسام عبد المجيد بقى ده بيلعب فرود معاهم. الاهلي بيدور على مهاجم، انا بنصحهم بالتعاقد مع حسام عبد المجيد. مش هتلاقوا مهاجم احسن واقوى من ده. هو مين اللي شال 3 من بيراميدز يا جماعه؟ احنا ولا هم؟ دي النهارده فرقه انا اتفرج عليها اول الدوري، فرقه منهاره ما جابتش في خط ظهر. ده جمعه مشهور مع طلائع الجيش غلب الاهلي، جاب في جوان، وجاب في الاهلي جوان، حرس الحدود جاب في الاهلي جوان، شركه الزيت والصابون جابت في الاهلي جوان، الا الزمالك. عارف ليه؟ عشان احنا جبنه، احنا مش مصدقين نفسنا، احنا مش مقتنعين بنفسنا اصلا. فالعب صح بقى، العب يا سيدي صح. لعب محمد ابراهيم باك يمين، ولعب محمد اسماعيل في القلب، والمكسب والخساره دي بتاعت ربنا. انما انت نازل تعك، وعايز تكسب. طب ازاي؟ ده العكاكين بيروحوا النار يا اخي، العكاكين بيروحوا النار. انت دلوقتي باقي لك خلاص على الورق، باقي لك ماتشين. يعني انت باقي لك ماتش سموحه وماتش سيراميكا، وعندك نهائي الكونفدراليه. فانت مش هتعرف دغري تواظب ما بين البطولتين، فانت لازم تكسب سموحه وتكسب سيراميكا. انت بقيت مطالب تكسب سموحه وتكسب سيراميكا عشان تاخد الدوري. انت مش مقتنع. فرقه عندها المشاكل دي كلها، فرقه ما عادش مدير فني، فرقه ما عندهاش خط ظهر، فرقه مديرها الفني بيلعب ماتش ويديهم من اجازه. تروب ده كان قاعد امبارح مع مجلس اداره الاهلي بيساوموه. تاخد كام وتمشي؟ طب هتمشي امتى؟ الراجل ما بيتمرنوش اصلا. ما هو ده الكلام اللي انا بقوله بقى يا جدعان. الاهلي عنده كواليتي غير. لعيبه الاهلي لو خسرت طول السنه مش هتخسر منك انت. لان جمهورهم ما بيحبش يخسر منك انت، هم يخسروا من اي حد. فانت دلوقتي زي ما حطيتنا في ورطه، محدش قادر يطلعنا من الورطه دي غير ربنا عز وجل، وانت تتصرف. طب دلوقتي انت بتلعب بمحمد شحاته مركز 6، هو محمد سيد فين؟ انت سايبه جنبك بيتحنط في الشمس، مقعده على الدكه ليه؟ يا عم العب صح، مقعده على الدكه ليه؟ انا بكره المدير الفني في حياتي الجبان. انا بكره الجبن، ما بحبش الجبان، والله العظيم ما بحب الجبان. العب يا باشا، امن نفسك. انت التعادل اللي ليك، التعادل في صالحك. تنزل تلعب الاهلي بنص ملعب مفتوح بالطريقه دي؟ ده شوارع، ده نص الملعب فيه شوارع يا جدعان. ده اي كوره امام بيعملها كده بتروح انفراد. ده بن شرقي بيلعبنا بالراحه، يعني بن شرقي لعبنا كوره بالراحه، بيجيب الجون الثالث بالراحه، واحنا عمالين نتفرج وعمالين نعاني، واحنا كلنا خايفين وعارفين ان الزمالك لما بيقع ماتش بيكر. فانت عندك ماتشين، عشان احنا هنتجنن يا جماعه. احنا لو خسرنا الدوري ده بامانه هنتجنن، بامانه احنا هنتعب نفسيا، هنبطل نشجع كوره، مش هيبقى معاكم على نور. فانت عندك ماتشين، سموحه وسيراميكا، هتعملوا فيهم ايه؟ انا عايز افهم. انت بالحال ده خلاص هتدخل كل ماتش حاطط ايدك على قلبك وعايز اكسجين، والله عايز اكسجين. الماتش اللي فات ابتديت لي بسيف الجزيري، ده راجل عنده انيميا، عايز فيتامين سي، عايز محاليل، وبلعنا الزلط وسكتنا. وتعادلت مع انبي، كنت قاعد عمال تريح في اللعيبه وعمال تعك في التشكيل عشان تلعب ماتش الاهلي. طب جيت لعبت ماتش الاهلي، انا هكلم نفسي يا جماعه، انا هكلم نفسي، والله هكلم نفسي. انا تعبت. اما الاهلي السنه دي تعمل معاه شغل سلام، عادل امام في سلام يا صاحبي، وسعيد صالح، ده ايه ده يا جماعه؟ احنا جمعيه خيريه؟ هو احنا جمعيه خيريه؟ جمعيه النهي عن المنكر والامر بالمعروف؟ كل ما الاهلي يجي يخش في دوامه ما يلاقيش زبونه الا انت. كل ما الاهلي يجي يحصل عنده مشاكل، انت متخيل انت لو كسبت الاهلي هتوديك كونفدراليه وتبقى احتفلت بالدوري قدامه؟ لعبت الزمالك رفضت كل ده. زبون مش هيلاقي حد يضحك عليه الا انت، مش هيلاقي حد يقف عليه غيرك. طب وبعدين يا جدعان اخرتها ايه؟ هنفضل نكسبهم ماتش من ضمن 40 50 ماتش كل 10 سنين، ولا انتوا الدنيا معاكم فيها يا جدعان؟ وعمالين سمعنا يا عم الحدوته، وهنجيب اكل عن نوته، وهنودي يمين وهنودي شمال. وبعدين يا جدعان، وبعدين عشان الواحد تعب، شغل الطبطبه ده بقى انا مش عندي، انا ما بعرفش اطبطب. يوم ماتش انبي ما اتكلمتش، كله قال لك يا عم نساند
واحنا لسه اول الدوري. يا عم هنقولي لسه اول الدوري وهناخد الدوري ان شاء الله ونحتفل. طب بتنغلب النهارده ليه؟ طب بتتعادل مع انبي ليه؟ يا نهار ازرق، ده باع الدوري ماتشين يا جماعه. يا جماعه ده باع الدوري ماتشين يا جماعه. مش عارفين تكسبوهم تاخدوا الدوري يا جماعه. مش عارفين تكسبوهم. ما تصدقوا يا ابني نفسكم شويه يا ابني. ما تصدقوا حالكم شويه. الحل فيه ايه يا جدعان؟ يعني الحل فيه ايه؟ مش عارف. انا مش قادر ان انا اكمل الفيديو عشان انا هقول كلام الواحد هيتحاسب عليه غلط، والواحد هيقول كلام بره الكوره، بره اطار الكوره، عشان اللي حصل النهارده ده فضيحه. ده الاهلي غلبنا 3 من غير ما يعرقوا. ده غلبونا 3 بالراحه يا عم. ده الاهلي. هو مين اللي جاي؟ مين اللي جاي من الدنمارك؟ تروب ولا معتمد جمال؟ مين اللي داخل في 24 جون؟ ده خط انتاج بصل يا راجل، خط دفاع الاهلي. كل ماتش بيجي فيه جوان، مش عارفين نجيب فيهم جون. مش عارفين تجيبوا في الاهلي جون. مش عارفين يا اخي اضعف الايمان تتعادل معاهم. ده احنا في الظروف دي وبنقول كنا عايزين نتعادل معاهم. من الجبن اللي احنا فيه عمالين نقول التعادل في صالحنا، مع ان بنكذب على نفسنا. احنا بنضحك اصلا على نفسنا. طب وبعدين يا جدعان اخرتها ايه؟ عشان الواحد بس مش هيقدر يكمل بقيه الفيديو بتاع اليوتيوب والموضوع انتهى. انا مش شايف يعني احنا هنقع في بطوله من الاثنين، هنقع في واحده من الاثنين، وانا مش عارف ايه هي، لان احنا ما عندناش اللعيبه الكافيه اللي تقدر تشيلنا، واما بنقع ماتش بنكر. انا مش عارف ايه اللي هيحصل. فانا اختم او الحلقه هتخلص على كده وخلاص.